والخبر، إنما عودته دائما ما كانت المفاجأة. فبعد كل إغارة ناجحة لمجموعته تلتقط أجهزة التنصت المصرية صرخات العدو واستغاثات جنوده. وفي مرة من المرات واحنا راجعين من عملية كبيرة ضد العدو، قدم ضابط مخابرات لإبراهيم الرفاعي هدية كانت عبارة عن شريط تسجيل مليان استغاثات للصهاينة وصرخات جنوده اللي زي صرخات الحريم. وبعد أن أتمت المجموعة 39 عملية، صدر قرار بتشكيلها بشكل رسمي داخل القوات المسلحة في 25 من يوليو عام 1969، واختار البطل إبراهيم الرفاعي اسم المجموعة 39 وشعار رأس النمر كرمز للمجموعة. توالت الانتصارات التي حققها هذا الفريق، وأبهرت العدو الذي وقف عاجزا أمام سرعة ودقة الضربات المتتالية لرجال الصاعقة المصرية البواسل. كما تعرض هؤلاء الرجال إلى العديد من الاستفزازات من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن دائما ما كانت تتفوق عليهم الإرادة والقيادة الحكيمة للجيش المصري. يعني أذكر منها استفزاز جنود الجيش المصري. يعني مثلا كانوا بيجيبوا بنات إسرائيليات يرفهوا بيها عن الجنود الإسرائيليين، وكانوا ينزلوا يعوموا في القناة ويستفزوا الجنود المصريين بتصرفات بذيئة. ولكن لطالما اتسمت قيادة الرفاعي بالعبقرية والدهاء، فقرر أسر إحدى تلك الفتيات، وذلك حتى يتوقف الإسرائيليون عن إحضار فتيات لجنودهم. وبالفعل نجحت الفرقة بقيادة إبراهيم الرفاعي في أسر بنت من البنات دول وهي بتعوم في القناة. ومن اليوم ده لم تجرؤ أي بنت أو أي جندي إسرائيلي على النزول للقناة. ويحضرني بالمناسبة دي إنه تم استبدال البنت دي بعدد كبير من الأسرى المصريين. ومع بداية حرب أكتوبر المجيدة وانطلاق أولى الضربات الجوية وارتفاع صيحات الله أكبر، انطلقت كتيبة الصاعقة التي يقودها البطل إبراهيم الرفاعي. احنا دلوقتي يا رجاله هنطلع طلعه جويه هندمر فيها ابار بترول اسرائيل، وباذن الله هنحرم العدو من بتروله على قد ما نقدر. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. قسموا نفسكم عليهم، وكلامي معاكم هيبقى من اللاسلكي. تمام يا فندم. أدينا وصلنا شرق القناة. الطيارة رقم 1 مهمتها تدمير أكبر عدد من آبار البترول اللي في آخر الخط. تمام يا فندم. الطيارة رقم 2 مهمتها تدمير أكبر عدد من آبار البترول اللي في نص الخط. تمام يا فندم. والطيارة رقم 3 مهمتها هي تدمير آبار البترول اللي في أول الخط وبقية الآبار اللي ما اتدمرتش.
تمام يا فندم. أصابوا الهدف بمهارة عالية جدا. نجحنا تقريبا في تدمير معظم آبار البترول كلها. وتتوالى عمليات المجموعة الناجحة، ففي 7 أكتوبر تهجم المجموعة على مواقع العدو الإسرائيلي وتغير على مطار الطور وتدمر بعض الطائرات الرابطة به، مما أصاب القيادة الإسرائيلية بالارتباك من سرعة ودقة الضربات المتتالية من مجموعة البطل إبراهيم الرفاعي. صدرت تعليمات لوزير الحربية بالرد على حادث مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض، الذي أصدر بدوره تعليماته للبطل إبراهيم الرفاعي بتجهيز عملية للأخذ بثأر عبد المنعم رياض. ومما لا شك فيه أن الكلمات لا تتسع بها الصفحات والمساحات لذكر تفاصيل الملاحم المضيئة لبطل بحجم وقيمة إبراهيم الرفاعي، أسطورة الصاعقة المصرية. كنا دايما في حالة استعداد، أقصد أعلى درجات القتال. المجموعة كانت بتتدرب على الرماية وحلقات مصارعة شغالة. لقينا البطل إبراهيم الرفاعي جاي وبيأمرنا بروحه العالية. اجمع كل الجنود. خير يا فندم. اسمعوا يا رجالة، احنا دلوقتي رايحين على الإسماعيلية. واضح كده يا فندم إنها عملية كبيرة ومهمة جدا جدا يا إسلام. رايحين ناخد بطار الفريق أول عبد المنعم رياض من الجيش الإسرائيلي. احنا هناكلهم بسناننا يا فندم. عايزك تجهز لي عربية جيب وأصحاب الأسامي اللي هقولك عليها دلوقتي يا إسلام. بعد 5 دقايق يكونوا جوه العربية الجيب في انتظار سيادتك يا فندم. فهمهم إن احنا رايحين نستطلع القاعدة اللي قامت بضرب الدنات اللي تسببت في قتل الشهيد عبد المنعم رياض. أكيد هنستطلع من مبنى الإرشاد يا فندم، صح؟ بالظبط كده، هو فعلا أعلى مبنى بيطل على سينا. ياه، دي تالت مرة بنستطلع القاعدة الإسرائيلية يا فندم قبل ما نقوم بالعملية، علشان نشوف التغيرات اللي بيغيرها العدو من المعدات العسكرية بتاعته، وعدد أفراد القاعدة بيزيد ولا بيقل. تكنيك عالي من الاستطلاع بدرجة امتياز يا فندم. اتجمعنا وخططنا للعملية فوق تبة رملية، وقسمنا نفسنا إلى مجموعات. مجموعة أحمد رجاء عطية وأنا و15 جندي وصف ضابط، ومجموعة قيادة وسيطرة من إبراهيم الرفاعي وأحمد غلوش ومحمد عبد موسى وجنود وصف ضباط، ومجموعة القوارب مسؤولة عن توصيل أفراد المجموعة وحراسة القوارب، من ضمنهم البطل محمد علي طه نصر وعلي أحمد أبو الحسن وعبد العزيز عثمان، ومجموعة تانية خاصة بالتصدي لأي دعم خارجي لموقع العدو اللي احنا هنضربه، وكان من ضمنهم محسن الطاهر والبطل مصطفى إبراهيم وصادق عويس ومرسي وصفوت لقطع الطريق على الدعم بتسليح مكون من ألغام أرضية ورشاشات وصواريخ مضادة للدبابات لقطع المدق الجبلي الموصل للموقع. وقاموا بالتمركز وزرع الألغام اللي نجحت في اصطياد دبابتين، وده ساعدنا في قطع كل محاولات الدعم للعدو. اوقف الضرب! اوقف الضرب! الموقف خطير، موقف خطير جدا، وهننزل على بعد 50 متر يمين الموقع الإسرائيلي. وانتشروا انتشروا يا رجالة، نفذ! في جنود إسرائيليين يا فندم مستخبيين في الخنادق. ارمي القنابل المسببة للاختناق جوه فتحات التهوية للدشم. الجنود الإسرائيليين يا فندم بيطلعوا من الخنادق وبيضربوا نار علينا. نطوا واستنوا على أول الجسر اللي هيمروا منه واصطادوهم واحد واحد. اضربوا رجالة! احنا دمرنا الموقع كله اللي ضرب النار على الفريق أول عبد المنعم رياض وتسبب في استشهاده. مش كفاية يا سمير، مش كفاية أبدا، ده نصر سريع وأنا أرفضه. ناوي تعمل إيه يا فندم؟ هأمر المجموعة بمطاردة مدرعات العدو الصهيوني علشان أزود خسارته في الجنود والمعدات بتاعته.
ما تيجي يا فندم نقف ورا الصخرة الكبيرة دي بدل وقوفك المكشوف ده فوق التبة. ما ينفعش يا سمير، ما ينفعش. لازم أقف أشوف رجالتي، أشوف رجالة المجموعة كلهم وهم جوه المعركة مع العدو. ما ينفعش أسيبهم يا سمير، ما ينفعش. دول بيضربوا دنات مدفعية قريبة مننا يا فندم. لو أنت خايف روح استخبى هناك من الصخرة، أما أنا فمكاني الطبيعي هنا. طب يا فندم نبعد عن المكان ده شوية صغيرين. ايه يا بطل، دمك طالع من صدرك. شظية دخلت في قلبي. طب خد اشرب من الزمزمية دي يا فندم. ما ينفعش لأني صايم يا سمير. وفاضت روح الأسطورة إبراهيم الرفاعي مع تكبيرات أذان الجمعة 27 من رمضان 19 من أكتوبر عام 1973 لينضم لقافلة شهداء الوطن. رحم الله أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي. كنتم مع شخصيات مصرية مع تحيات حسن شلبي والمخرج جمال الجهري. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.